والراحة الحقيقية أيها الإخوة غير باش تعرفوها، الراحة الحقيقية والله ما كاينة في الدنيا، والله ما نتنعموا بالراحة الحقيقية في الدنيا. عيش ما شئت، كل ما شئت، البس ما شئت، اجلس على ما شئت، اسكن ما شئت، تمتع بما شئت، نهايتها الموت، والموت منغص. قبل الموت قد يتخلل حياتك هذه منغصات، المرض، الأخبار التي تقض مضجعك، الثيرة، الكذب، الغيبة، الإفك، الزور، البهتان. عندك تعتقد بأن الراحة في الدنيا تقول أنا نمشي نرتاح، كيش الراحة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم باش تعرفوها تأذى شهرا كاملا باش ما يقولش شي واحد رانا مرتاح. الراحة ماشي في الدنيا. ايش الراحة؟ انت كتبتلى يومين 3 ايام، كاين اللي كيبغي يرتد على الدين ديالو كاع نهائيا بصفة نهائية. تقول له اتقي الله، تيقول لك اش درت في ملك الله باش ربي سبحانه وتعالى يصيبني بهذا المرض؟ ماذا فعلت في ملك الله حتى يأخذ مني ربي ولدي؟ ماذا فعلت في ملك الله حتى تبور تجارتي؟ نعترض على قضاء الله وقدره. كيش الراحة في الدنيا؟ إياك تظن كاين الراحة في الدنيا، ما كاينش الراحة في الدنيا. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قالوا يا رسول الله إن فلانة ماتت فاستراحت. وهذه من الأخطاء الشائعة أيضا عندنا احنا معاشر المسلمين. تقول لك مسكين هذا الراجل مريض 4 شهور هو في السبيطار، 5 سنين هو مريض معذب، أحسن له يموت باش يرتاح. تنقولوا احنا تنقول مسكين دابا غير يموت، وسموها الآن الموت الرحيم. الإنسان لم ينقضي أجله فيوافق على أخذ حقنة فيموت بهذه الحقنة، وسموها الموت الرحيم. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة ماتت فاستراحت، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهل الراحة الحقيقية؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. هذه الراحة. والراحة إياك أن تظنها في هذه الحطامات، في هذا الحطام. الراحة شيء تجده في صدرك وفي قلبك وفي حياتك، والناس يرونك أنت في ضيق وفي غم وفي فقر وفي كرب. هذه نظرة الناس لأنهم يحكمون على المظاهر. الراحة نفسية، بدليل أنك إذا كنت متعبا أو مرهقا أو في ضيق أو في غم أو في كرب أو في حزن أو في اكتئاب، نعم، أو في مرض من الأمراض، هذه المظاهر كلها اللي عندك وهذه الوسائل كلها اللي عندك تتمنى أن تشتري راحة فلا تجدها، أن تبحث عن علاج ليخرجك مما أنت فيه فلا تجده. الراحة يوم تحوز هذه الجائزة الربانية إنما يستريح من غفر له، مع العلم أن أسباب المغفرة كثيرة.